في ناس كتيرة جدا حوالينا بتتكلم تهزر وتضحك بنا عادية جدا يعني. لكن جواها بيبقى فيه عالم كامل محدش يعرف عنه حاجة. عالم مليان خوف وتعب وتوتر وإرهاق أو حتى صراعات يومية. السؤال هنا ليه الناس دي مش بتتكلم عن اللي جواها؟ الإجابة مش بسيطة ومش سبب واحد، هي سلسلة كاملة من تجارب قديمة وخوف اتبنت مع الوقت وأفكار كتير جدا اتبنت مع الوقت. أنا حلا لو متعرفونيش وشوفوا الفيديو الآخر عشان هتكلم معاكم عن أسباب الحاجة دي معاكم، ويبقوا قولولي في آخر الفيديو بتحسوا بالحاجات اللي أنا هقولها دي ولا لأ. أول حاجة ودي حاجة منتشرة، الخوف من إن هما يتفهموا بشكل غلط أو مش بالطريقة اللي هما عايزينها. في ناس كتيرة جدا مرت بتجربة إن هما يحكوا عن اللي جواهم، لكن اللي قدامهم فهموا غلط او مش بالطريقه اللي هم عايزينهم يفهموها بيها. فللاسف بيقرر ان هو يسكت بعد كده، مش عشان مفيش حاجه يقولها او مفيش كلام، لكن مش عايز يتحمل بعد كده نتيجه ان حد يفهمه بطريقه غلط او بطريقه هو مش عايزها. يعني مثلا لما تيجي تحكي لحد عن حاجه مضايقاك او مزعلاك، وتلاقي اللي قدامك بيقلل منها او بيستخدم كلامك ضدك بعدين، فعقلك غصب عننا بيحط قاعده ان السكوت امن، وغصب عننا برضو بعد كده القاعدة دي بتبقى اسلوب حياة بالنسبة لنا. تاني سبب هو التعود على الكتمان. ناس كتير اتربت على ان التعبير عن المشاعر ضعف، يعني جملة زي ما تعيطيش، ما تقوليش حاجة لحد، المفروض تبقي اجمد من كده شوية، ده بيتحول بعدين لسيستم جوه عقلك. والشخص ده ساعات مش بيبقى بس بيكتم هو حاسس بايه، ساعات اصلا بيبقى مش فاهم هو حاسس بايه، ودي مرحلة اعمق شوية من السكوت. تالت سبب وممكن يبان ان هو قوي شوية، الاعتماد على النفس بشكل مبالغ فيه. في ناس شايفة ان محدش هيحل مشاكلها غيرها، وده صح، ده صح مش غلط، بس اوقات بنبقى محتاجين مساعدة حتى لو بسيطة. بس بالنسبة لهم فكرة ان هم يطلبوا الدعم اللي حواليهم او يتكلموا عن اللي جواهم، ده بيحسسهم مثلا بالضعف او بالعجز. هم متعودين دايما يبقى هم الشخص اللي بيشيل الدنيا، الشخص القوي اللي كل الناس بتروح له، فازاي يبقوا هم فجأة اللي محتاجين مساعدة او محتاجين حد يقف جنبهم؟ فالفكرة دي بتخليهم يدفنوا مشاعرهم عشان يحافظوا على الصورة اللي بنوها لنفسهم. من وجهة نظري الاعتماد على النفس اكيد حاجة كويسة ما فيهاش كلام، فعلا محدش هيحل مشاكل غيرك، لكن بيبقى خطر لما يتحول لعزلة. لما يتحول لعزلة ده بيبقى عبء وتقل علينا بقى. الانسان بطبيعته محتاج يتشاف ويتفهم ويتسمع ويتكلم مع الناس. السبب الرابع وهو مهم، الخوف من الرفض او الخوف من فقدان الناس. في ناس شايفة انها لو اتكلمت بطبيعتها بتلقائية من غير ما تكون مركزة في كل كلمة بتقولها، الناس هتشوفهم تقال او هيبعدوا عنهم، فبيختاروا ان هم يظهروا النسخة السطحية قوي منهم، حتى لو كان على حساب راحتهم، على حساب ان هم يخفوا حاجات جواهم. فهم بيبقوا شايفين ان السكوت بيحافظ على علاقتهم مع الناس. او ممكن في ناس تانية تسكت بسبب تجارب قديمة ما كانتش احسن حاجة. حد مثلا فضفض لحد قوي وثق فيه واتخذل في الاخر، او اتقالك انت بتكبر الموضوع، انت ليه بتبالغ، وهي مشاكلك ايه بالنسبة لمشاكل الناس والكلام اللي مش لازمة ده. عشان حرفيا النوع ده من الردود بيدمر رغبتك في الكلام، لو انا اسكت احسن بقى بعد كده. فبالتالي الشخص بيحس ان مشاعره مش مهمة كفاية، فده بيخليه يحتفظ بيها لنفسه احسن. السبب الخامس وهو قلة الثقة في الاخرين، والصراحة ده مش غلط، ده صح. عشان دلوقتي بتحس ان اي حاجة بتقولها ممكن تتنقل لاي حد او تتحكى بطريقة انت مش عايزها، فبقى صعب على ناس كتير تثق في ان اللي هتقوله هيفضل بينك وبين الشخص اللي قدامك، فبقوا بيختاروا الامان على حساب الراحه. في نفس الوقت بيبقى مفيش الشخص المناسب، يعني هو للاسف مش اي حد ينفع ان احنا نفضفض له. في ناس بيبقى عندها استعداد تتكلم وتتكلم كتير، بس مش لاقي حد يفهم ويحس باللي هيقولوه، مش لاقي حد يسمع من غير ما يحكم على الكلام اللي بتقوله، من غير نصايح، من غير ما يقلل من الكلام اللي بيتقال. فلما يبقى الشخص المناسب مش موجود، فالسكوت بيبقى اسهل كتير قوي انك تقعد تحكي لحد مش هيقدر ولا هيحس ولا كلمه من اللي انت قلتها. كمان من الاسباب اللي محدش بيقولها هو الخوف من مواجهه المشاعر نفسها. اوقات الكلام مش بيبقى صعب بسبب الناس وكده، بيبقى صعب عشان نفسك، انك تعترف لنفسك اصلا انك مكسور زعلان خايف. ده في حد ذاته مواجهه ناس كتير جدا بتهرب منها عن طريق انها ما تتكلمش، عشان اول ما يتكلموا بيحسوا ان المشاعر دي بتبقى حقيقيه قوي، فده بيبقى صعب بالنسبه لهم. في نوع تاني من الناس بيبقى عندهم احساس ان محدش هيفهم فعلا هما حاسين بايه، حتى لو حد سمعهم محدش هيحس بنفس العمق اللي بيحسوه. فالفجوه دي بتخليهم يحسوا ان الكلام ملوش لازمه، وانا ليه اشرح واتعب نفسي واوجع قلبي عشان في الاخر محدش هيفهمني زي ما انا عاوزه.
وبرضه يا جماعه بلاش ننسى تاثير المجتمع ونظرته للمشاعر، وان التعبير عن المشاعر بقت مرتبطه بالضعف، فده بيخلق جيل كامل بيكتم اللي جواه عشان يبان قوي، مع ان القوه مش في الكتمان خالص، لازم تبقى حقيقي مع نفسك. ورغم ان الاسباب دي كلها مفهومه بس ليها تمن. الكتمان بيضغط وبيتحول لتقل جواكي، وممكن يظهر على شكل توتر وضغط، او حتى انفجارات مفاجئه، او ممكن برود. الشخص يبان هادي قوي من بره، لكن من جوه في دوشه رهيبه. ففي الاخر عايزه اقول لكم ان مش لازم كل الكلام يتقال مره واحده ولا مع اي حد. ان شاء الله حتى تكتبوا، تعملوا ريكورد لنفسكم، او حتى تعترفوا لنفسكم انكم متضايقين. برضه لازم نفهم ان مش كل الناس هتفهمك، ومش الطبيعي اصلا ان كل الناس تفهمك، لكن احنا محتاجين بس نلاقي الشخص الصح. واحد او اتنين كفايه جدا. ولو دخلنا في قلب الموضوع هنلاقي ساعات ان السكوت بيبقى زي مسج كده، مسج ان الشخص ده محتاج يحس بالامان، محتاج حد يسمع له من غير اي احكام. ظبطت الاضاءه متاخر شويه بس تمام، حصل خير يعني. ما علينا، نرجع لموضوعنا تاني. فلو لقيت شخص مش بيتكلم كتير، السؤال هنا هو ليه الشخص ده مش بيتكلم كتير؟ لا، السؤال يبقى ازاي ابقى شخص امن للي قدامي عشان يتكلم معاه ويفضفض لي. ففي النهايه اللي عايزه اقوله ان السكوت مش بيعالجك، هو بس بيحميك مؤقتا، عشان اللي جواك مستني فرصه يطلع بشكل او باخر. فلو انت الشخص ده، حاول تدي نفسك فرصة. مش لازم فجأة تبقى بتتكلم كتير، ولا فجأة تبقى الشخص اللي بيشارك كل حاجة، لكن ما تخليش الكتمان هو سجن بالنسبة لك. ففي الاخر لو انت من الناس اللي ما بتتكلمش عن اللي جواها، انت مش غلط ومش ضعف ومش لوحدك. كل الاسباب اللي خلتك تسكت مفهومة، لكن السكوت طول الوقت ده مش حل. ففي النهاية اللي عايزة اقوله، ما تخليش الكتمان يبقى اسلوب حياة بالنسبة لك، خليه يبقى مجرد مرحلة وتروح لحالها، ان ده ما ينفعش اصلا يبقى اسلوب حياة. ونفكر كويس قوي، نثق في مين وما نثقش في مين، مين نفتح له قلبنا ومين لا. بس يا جماعة احنا مش معمولين عشان نشيل كل حاجة لوحدنا، عشان احنا مش هنعرف نشيل كل حاجة لوحدنا، مفيش حد بيعرف يشيل كل حاجة لوحده. لازم صوتك ده حد يسمعه، حتى لو اول حد يسمعه هو انت. وبس كده، كلامي خلص لحد هنا. يا رب يكون معنى الفيديو وصل لكم وكان قريب منكم. واعذروا ان انا في اوقات كتير بتكلم فيها بسرعه كده، ما بعرفش بجد فجاه لاني بطير كده، انا عارفه ان انا بتكلم بسرعه. فيا رب تكونوا بجد فهمتوا اصلا الفيديو. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب عشان توصل لكم فيديوهات جديده، اعمل لكم فيديوهات جديده حلوه قوي. بس كده، بحبكم. باي باي.